السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية. وحشتوني كتير كتير. من الفيديو اللي فات جاي لكم النهاردة بروتين حلو كده وخفيف، يا رب يعجبكم. طبعا احنا بالليل، احنا مش بالصبح، فمش هقول صباح الخير، هقول مساء الخير. ايه عاملين ايه؟ طمنونا عليكم. يا رب دايما تكونوا في احسن حال واحسن صحة يا رب. طبعا قبل ما ابدأ الفيديو حابة اشكركم على كلامكم الحلو وتعليقاتكم الحلوة، وطبعا كل حبايب قلبي اللي اشتركوا في القناة جديد على راسي ويزادني شرف طبعا. فربنا يخليكوا ليا ودايما ابقى عند حسن ظنكم يا رب، اللهم امين. انا اسمي فاطمه. لو انت اول مره تشوفيني اشتركوا عندي في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. يلا بقى نبدا مع بعض ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بقى بنفطر وبنخلص وبنقعد لحد السحور، بنفضل سهرانين الوقت ده. انا بستغل الفتره دي بصراحه. جبت بقى عندي كيس من البلح، بفصص نصه وبخلي النص التاني، وممكن افصصه كله، بس انا قلت افصص نص واسيب نص. تمام. بفصصه بقى كله بالشكل ده كده، وبحطه بقى في كيس، بجيب شنطة واحطه عندي في التلاجة يبقى جاهز لما اجي ابل البلح، يبقى جاهز على طول ان انا اغسله، مش لسه هقعد افصص. ده بيوفر عني مجهود وبيوفر كمان عني وقت. بس حطيت بقى الكمية كلها كده في الكيس، وهخلي شوية اللي انا هبلهم واغسلهم. هغسل بقى معايا البلح حلو قوي عشان لو في تراب ولا في اي حاجة يبقى معايا نظيف. عايزه اقول لكم هتوفر عليكم مجهود وتعب. لو في يوم صحيتي متاخره وراكي مشوار وراكي حاجه، يبقى انت مجهزه حاجتك من بالليل. بس غسلته بقى هحطه عندي في الشفشق، وهحط بقى السكر وهبتدي ان انا احط عليه ميه. عندك بقى تين مجفف، مشمشيه، قراصية، اللي انت بتحبيه حطيه عليه، بيبقى طعمه حلو جدا. بس حطيت بقى، مليت كل ميه، هبتدي ان انا ادوب السكر واقفله، وكده عندي عصير البلح بقى جاهز. يتنقع بقى براحته، يتنقع براحته وياخد بقى اللون الحلو كده ايه بتاع البلح. عندي بقى جوافة، جوافة، انا مش عارفة مالي النهاردة، في حاجة غلط. عندي بقى فراولة. طبعا كنت مفرزاها معايا، طلعت كيس كده وفضيته في الشفشة بتاع الخلاط، وهبتدي ان انا اضربه. احط بس شوية كده من المية عشان ايه، يبقى سهل معايا يتخلط معايا في الخلاط. انا الصراحة بستغل الوقت اللي انا بقعده بالليل بعد الفطار، لو مش ورايا حاجة بستغل الوقت اشوف لو هحضر حاجة، اعمل حاجة لتاني يوم. حطيت بقى السكر وابتدي ان انا اضرب حلو قوي. بس كده خلصت الحمد لله. كده بقى انا بريح دماغي. لو انا مثلا في يوم قمت متأخرة، في يوم نزلت مثلا اشتريت حاجات، في يوم عندي مشوار ولا كده، تبقى حاجتي جاهزة في التلاجة، وكمان هتبقى ساعة وتقعد براحتها تسقع براحتها. بس فضيت بقى العصير معايا في الازازة الحلوة دي. همسح بقى الرخامة كده عشان لو حاجة وقعت عليها ما تلزقش وتلملي ايه النمل. بحب دايما اول باول كده وانا شغالة ايدي في الحاجة امسح والمها. بس هشيلهم بقى في التلاجة براحتهم لتاني يوم. هنا بقى كنت بحضر السحور. بحب على السحور اهتم شوية بالخضار، اقطع جزر، طماطم، خيار، الحاجات دي بتبقى حلوة، وكمان بتشجع الولاد ان هم ياكلوا. خلاص رمضان فاضله ايام معدودة ويمشي. زعلانة قوي بصراحة، ايامه حلوة وفرحة وبهجة، فايامه جميلة بصراحة متتعوضش خالص. ربنا يعود علينا الايام بالخير والصحة والعافية والستر يا رب، اللهم امين. ابتديتوا بقى في اعمال الكحك والبسكوت ولا لسه؟ هنا بقى كان عندي بطاطس مهروسه، هرستها وسخنتها وحيقتها، وحطها بقى ايه، حطيتها في الطبق كده، بس لازم اظبط الطبق. طبعا احنا قلنا اهم من الاكل تقديمه، شكله يبقى حلو وجميل عشان يفتح نفسك على الاكل. وسخنت بقى العيش والحمد لله خلصت معايا السحور. بصوا بقى شكل الخضار حلو على الترابيزه او على سفرتك، بيخلي الاطفال تاكل ونفسهم ان هما كمان ياكلوا
حتى لو ما كلوش الاكل ياكلوا الخضار فيبقى حلو وصحي. عملت بقى فول وشويه مسقعه كده كانوا عندي مع جبنه ومع لانشون، والحمد لله نعمه وفضل. طبعا كنت بصحيهم بقى عشان يتسحروا عشان هما بيصوموا، فما ينفعش انيمهم من غير سحور. خلصنا بقى سحرنا وقلت اعمل شاي بلبن نختم بيه بقى ايه قبل الفجر ما يأذن. عايزه اقول لكم بقى البوتاجاز عندي كان شغال سخن وانا نسيت ورحت حاطه الكتل فلزق. بصوا هنا انا كنت بحاول ان انا اشد عشان خاطر لزق في البوتاجاز، بس الحمد لله اللي هو مسحش قوي يعني حتت بسيطه كده. بحب اصلا اشرب شاي بلبن بعد السحور، وبعدين بحس ان مفيش وقت بعد الفطار الواحد ياكل، يعني احنا بنقوم من على الاكل بطننا مليانه مش قادرين، ممكن تيجي على الساعه 12 كده بتبقى خلاص بتبتدي تحضري للسحور. ففعلا بحس ان مفيش وقت اكل الحاجه اللي بحبها او اللي نفسي فيها، بل بقى ما تخلصي وتصلي العشاء وتصلي التراويح فالوقت بيعدي. اقعد بقى اشربها كده في روقان ومزاج. بس بصلي بقى الفجر وبقعد اقرا شويه في القران وبنام بقى وبصحى تاني يوم اشوف هعمل ايه. هنا بقى قلت عايزه اعمل لهم حاجه حلوه، تغيير بقى كنافه والقطايف، فقلت هعمل لهم بسبوسه. عندي كوبايتين ونص من الدقيق السمين، ودول معلقتين لبن بودره كنت محمصاهم، قلت كده هضيفهم واشوف طعمها هيبقى حلو ولا لا. حمصيهم كده على النار بس ما تخليش لونهم يغمق، هما بصراحه غمقوا مني، خلي اللون يكون ذهبي كده وحلو. حطيت بقى معلقتين كبار من جوز الهند، وكوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع سمن، وكوبايه الا ربع لبن. انا بقى خدت من كل حاجه معلقه في الطبق عشان هبتدي ان انا افرك السميد في السمن والحاجه دي هخليه زي الرمله كده. بس حطيت بقى عندي في الطبق، حطيت السمن والسكر واللبن سخنوا حلو قوي على النار اللي هما يبقوا دافيين والسكر يدوب معاهم. هبتدي بقى انزل الخليط ده كله على دقيق السميد، وهبتدي ان انا اقلب عشان دقيق السميد يتشرب السمنه والحاجات دي كلها. سهله وبسيطه وطلع طعمها تحفه والله العظيم، وطعم اللبن البودر حلو قوي فيها. بس كده خلصت بقى اشيل بصوا بطراطيف صوابعي كده، كنت بقلبها بس ان ايه المكونات تتجانس كلها مع بعض وتبقى حلوه. ما تقعديش تعجني فيها عشان ايه ما تبص بطراطيف الصوابع بس كده. بس خلصت معايا بقى، عندي صينيه مدهونه هبتدي ان انا انزل الخليط ده كله فيها، مدهونه بقى سمنه زبده براحتك اللي انت عايزاه. بس هسويها بقى كده عشان تبقى كلها متساويه زي بعض. قلت بقى ادلعهم شويه واروق عليهم شويه. بصي بقى بعمل كده، بدبها على الرخامه من الحروف عشان تتساوى وبعدين من النص، ايوه كده عشان تبقى كلها سوا واحد. دخلتها بقى الفرن وخرجتها، انا حطيت عليها لوز وسقيتها كده بالشربات وهي سخنه. طبعا السميد هيتشرب الشربات ده كله. ما شاء الله اللهم بارك، طعمها تحفه. كنت عامله معايا جلاش بس بصراحه ما صورتش معاكم، بصوا شكله حلو قوي ويفتح النفس. بخلي بقى الحاجات دي لتاني يوم، ابقى قايمه خلاص ما العصير بتاعي جاهز والحلو بتاعي جاهز، فاقوم هعمل بس على قد الفطار وخلاص. صحيت بقى الصبح طبعا، قلت ارتب السرير بتاعي كده واغير الملايه عشان خاطر الدنيا تبقى معايا نظيفه. هي الشقه الحمد لله اللهم بارك نظيفه لان ايدي فيها على طول. قلت بس اغير الملايه كده وادي تلميع للاوضه وتبقى زي الفل. كده كده انا الحمد لله يعني مأنجزه حاجات من بالليل، فنحاول ان احنا نستغل الوقت اللي احنا قاعدين فيه بالليل. شوفي مثلا وراكي حاجه هتعمليها، شوفي هتعملي اكل ايه ممكن تحضريه من بالليل تجهزيه من بالليل، هتكسبي وقت ومجهود الصبح.
بس خلصت بقى وغيرت الملاية، نفضت المرتبة كده تنظيفة حلوة، وابتديت بقى اللي انا هلمع السرير بالكومود علشان التراب واليومين اللي فاتوا دول. ما تنسونيش بقى في اللايكات الكتير، عايزة لايكات كتير ودعوة حلوة كده منكم. غيرت بقى الكيس بتاع الباسكت وعدلت الستارة، فتحت بقى الشباك معايا عشان اجدد الهوا بتاع الأوضة، والأوضة تشمس كده والشمس تدخل لها. بس ما شاء الله اللهم بارك، خلصت. ايوه كده، دي كده الحلاوة، مش الكركبة اللي كانت من شوية. بس دخلت بقى على المطبخ عشان احضر الغدا بتاعي. طبعا انا اليوم ده كنت صاحية بدري، انا بقالي فترة يعني كده بصراحة بنام متأخر وبصحى بدري، اللي هو ليه مش عارفة. طالما قلقت ما بعرفش انام تاني خالص، لو حاولت ان انا انام بصدع وما بعرفش انام، فبقوم بقى احسن اقول خلاص حاجتي بدري، لو حبيت اريح شوية في نص اليوم بريح، ما حبيتش خلاص يبقى بنام بالليل. جبت حلة عندي سخنتها حلو قوي، حطيت فيها كده معلقة صغيرة من السمن، وحطيت فيها، نزلت فيها باللحمة، وهديها تشويحة حلوة مع بصلاية مع جزراية مع طماطماية مع قرن فلفل وشوية ملح شوية فلفل اسود، ورق لورا مع حبهان بودر ولورا بودر. بس هديها بقى تشويحة حلوة كده لحد ما يغير لونها. بيبقى طعمها حلو قوي لما بتشوحي اللحمة بالطريقة دي، احلى لما انتي تسلقيها على طول. بس بقى ما شاء الله اللهم بارك، عايزه اقول لكم الريحه تحفه. بس شوحتها بقى كده، هبتدي ان انا انزل بالميه السخنه، لازم ميه سخنه، مينفعش تنزلي ميه ساقعه عشان خاطر ايه، ما تبطئيش عمليه التسويه، اللحمه سخنه والميه سخنه فهتستوي معاكي على طول. الطبق ده بقى بجيب احطه على البوتاجاز، احط فيه المعلقه، احط فيه الكبشه عشان خاطر اللي انا ما بهدلش البوتاجاز معايا. بس خلصتها، هوطي بقى عليها النار اسيبها تستوي براحتها واغطيها نص تغطيه. هنا بقى كنت غاسله الرز ومظبطاه، حطيت بقى معلقتين كده من السمنه وشويه من الزيت صغيرين، وهبتدي ان انا اسخن الحله. نزلت بقى بالرز كان متصفى حلو، واشوحه الاول مع السمنه والزيت، وبعدين احط معلقتين صغيرين من الملح مع رشه صغيره كده من الفلفل الاسود، بتديله تطعيمه حلوه قوي. عايزه اقول لكم من الصيام حطيت الكتل وحطيت الفيشه بتاعته ونسيت ان انا اشغله خالص، اقسم بالله. فبصراحة يعني الصيام مودينا في حتة مش حلوة خالص. نسيت والله العظيم نسيت، فجاية بنزل لقيت الكاتل بارد، قلت الله، فقلت بقى لسه مش هينفع طبعا اسخنه والرز على النار، قلت بقى خلاص مش مشكلة، هعمله ايه بالشوربة بتاعت اللحمة. يلا الحمد لله، كويس ان انا خدت بالي اصلا ومنزلتش بالمية الساقعة على الرز. هحط كده كوبايتين من ايه، من الشوربة، عشان انا عاملة كوبايتين، لا عاملة 3 رز، يبقى 3 مية. بحط الرز قد المية عشان ما يعجنش معايا، لو حسيت اللي هو لسه مستواش وشرب المية برش شوية بشوية كده عشان ايه يبقى مظبوط. بس وخلصت اللحمة بتاعتي وخلصت ايه الرز، اسيبهم بقى ايه يستووا براحتهم كده.
مش صغير قوي يعني، خليه وسط كده. شكله ياكل. اخليه كده. ماشي حلو. برافو ما شاء الله اللهم بارك. كندا بقى دخلت عليا، كنت بقطع في عيش، عماله تقولي بقى ايه ينفع اطلع معاكي؟ طب انت عايزه تطلعي ليه؟ تقولي كده انا عايزه اطلع كده. تقولي طب هو انا ينفع افطر؟ قلت لها خلاص المغرب قرب يأذن، هي بتصوم لحد العصر. فجت اليوم ده قالت لي ايه خلاص يا ماما انا هصوم معاكم لحد الايه المغرب اجرب. قلت لها خلاص يا كندا صومي معانا لحد المغرب. فهي جودي وانا بعمل دخلت شربت فنسيت، فبتقولي اشمعنى جودي شربت؟ قلت لها لا، هي جودي نسيت ان هي صايمه، فصيامها مقبول عادي هتكمل صيام، انما لو انت بتشربي وانت بتستهبلي لا حرام عليكي طبعا وصيامك مش نافع. بس قعدت تتكلم معايا بقى وتقول لي ينفع اساعدك وينفع مش عارفه ايه. قلت لها خلاص تعالي اعملي الاكل العيش وانا ايه هروح اعمل حاجه تاني. سبتها بقى قطعت العيش وبقيت اشجعها وكده، والحمد لله يعني انجزتني. بس خدته بقى حطيت معلقه سمنه وحطيتها سخنت ونزلت بالعيش مع رشه ملح رشه كمون رشه فلفل اسود، وببتدي ان انا احمصه تحميصه خفيفه كده على البوتاجاز. هنا بقى كنت بلم الحاجه اللي انا استخدمتها وبلمع البوتاجاز كده اول باول عشان يبقى معايا نظيف، وانا واقفه بعمل حاجه وقت اقوم مسحها على طول. خلصت العيش معايا بيبقى طعمه تحفه قوي، وكمان الرز خلص وكمان اللحمه معايا استوت وبقت زي الفل. فبنقعد ندردش بقى انا وهي كده في المطبخ، ينفع الحاجه اللي ينفع اخليها تعملها بصراحه بخليها تعملها، والحاجه اللي مش هتنفع بقول لها لا ايه مش هتنفع. بعد ما بخلص بقى خلاص انا خلصت الاكل بتاعي، مطبخي ما فيش مواعين، بوتاجاز نضيف زي الفل. بحب اقعد بقى مع نفسي كده، اجيب النوت بوك بتاعتي بجيب بقى واقعد مع نفسي كده في هدوء وروقان. بقعد بقى احاسب نفسي على الحاجات اللي انا عملتها، هل الحاجات اللي انا عملتها دي غلط ولا صح، ينفع اعملها تاني ولا لازم اغيرها. اول حاجة مثلا كف اللسان عن الغيب والكذب، انا كذبت النهاردة، اتكلمت على حد النهاردة، جبت سيرة حد ولا لأ. فعادة زي دي طبعا لازم تتغير. تاني حاجة مثلا النهاردة انا دعيت لي نفسي، دعيت لي اهلي، دعيت لي لعيالي لجوزي لاخواتي لمامتي، ادعي كتير في الشهر الكريم ده، ربنا بيتقبل الدعوة وان شاء الله تستجاب، ودعوة الصايم لا ترد. تالت حاجة معايا قيام الليل، هل انا صليت قيام الليل؟ مثلا انا راضية عن الصلاة اللي انا صليتها، قراءة القرآن، الورد بتاعي اللي انا مخصصاه في اليوم، ممكن ازود عنه، طب ما قرأتهوش، الحاجات دي كلها. طب انا صيامي النهارده كان حلو وقصرت فيه، قصرت في الصلاة، سرحت في الصلاة، ما بصليش السنن، لا ان شاء الله هحاول ان تعملوا انا ايه؟ ابدا اللي انا تعملوا ايه؟ اصليها واواظب عليها. على بكار. تعالوا ما اتفرج معاكم يلا هنا بعد انا ما كنت نحضر طبعا خلصت المطبخ وكان عندي نازله كده من الغسيل، حطيتها بقى ايه غسل نشرتها. فالواحد يحاول يحاسب نفسه، مش مشكله حاسبي نفسك، غيري من نفسك، شوفي العادات السيئه اللي كنت بتعمليها ابعدي عنها، حاولي تخليكي في العادات الايجابيه، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله الطريقه دي حلوه جدا وهتجيب معاكي نتيجه حلوه جدا. انا بصراحه متبعاها في حاجات كتير ان شاء الله هقول لكم عليها في الفيديوهات الجايه. هنا بقى كنت خلصت، كان هما بيتفرجوا على بكار، فبصراحة قلت اقعد اتفرج معاهم، كان لسه فاضل على الفطار 20 دقيقة كده ولا حاجة، اتفرجنا سوا مع بعض وضحكنا واتبسطنا مع بعض، وقلت بقى هما ايه احضر السفرة عشان كان خلاص المغرب أذن. مين بقى بيحب الكوارع؟ انا بحبها جدا، عايزة بقى اللي بيحب الكوارع يكتب لي تحت في التعليقات. بس بصراحة في ناس هقول لها كوارع يقول لي ايه كوارع يا مش عارفة ايه، لا بصراحة انا بحبها، هي حلوة ومفيدة قوي. بس هنا بقى كنت حضرت السفرة طبعا، انا والبنات حضرناها سوا مع بعض عشان كان خلاص المغرب أذن.
حاولي تخلي اولادك يساعدوكي حتى لو حاجات بسيطة، حتى لو عندك صبيان برضو يساعدوكي، وحاولي تشاركيهم معاكي في الحياة. بس هنا بقى كان خلاص المغرب أذن، بقول لجودي هتاكلي كوارع، تقول لي لا يا انا ما باكلش الحاجات دي. فعملت لهم طبعا لحمة، وعملت ليا انا الكوارع. هي كندا بتاكلها بس بصراحة مش قوي برضه، بس الحمد لله نعمة وفضل ربنا يديمها علينا نعمة وحفظها من الزوال يا رب. خلصنا بقى وكلنا والحمد لله واتبسطنا، وشلنا السفرة وخلصنا. قلت بقى احل بقهم كده واظبطهم بالكنافة بقى والجلاش اللي انا عاملاه. طعم الجلاش تحفة، والبسبوسة حلوة قوي، ان شاء الله جربوها وهتعجبكم. واضافة اللبن البودر دي اضافة جديدة ومدية تطعيمة حلوة قوي. بس ده كان يومي النهاردة، وده كان الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. متنسونيش بقى في اللايك والتعليق واشتركوا في القناة لو انت اول مرة تشوفيني، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السمك بتاع البسبوسة هنا حلو قوي، بس حسيت ان كوبايتين ونص السميد كتار على الصينية، فقلت ان شاء الله المرة الجاية هقللهم. وكده الفيديو يكون بتاعي خلص. اسيبكم على خير واشوفكم على خير. باي باي.